تعالى أقولك على أسهل طريقة تفرزي بيها ورق العنب، وهم دول اليومين الحلوين قوي اللي تقدري تجيبي فيهم ورق العنب. بيكون زي ما انت شايفة كده أو تنقيه، يعني زي ما انت شايفة كده الحروف بتاعته مش ناشفة مش محروقة، الورقة خضراء. اختاري الورقة الناعمة، يعني لو في عندك كذا نوع اهو تختاري منه، لا اختاري الورقة ناعمة، الورقة تكون حروفها خضرة كده كلها على بعضها خضرة، ما تكونش الحروف بتاعتها ناشفة واتحرقت كده، ويكون شكله نظيف، يعني يكون شكله نظيف اهو كده، مش منعكش بقى وكله على بعضه، لا هاتيه اللي هو بيبقى ربايط كده. في ناس بتبيعه كله منعكش على بعضه كده وبتحسي بقى في ناشف على حلو على مش حلو، لا اختاري بقى اللي هو النوع اللي زي كده، حتى لو هو في فرق في السعر شوية بس برضه هيكون اوفر لك، لانه مش هيهدر معاكي، يعني مش هيهدر حاجات وحشه بقى تترمي. هاتي بقى الاول ورق العنب، ومن غير ما نغسله من غير ما نعمل له اي حاجه، وما تستغربوش والله انا يعني على عيني وانا بقول لكم كده، بس دي اكتر طريقه ناجحه وسهله وسريعه ومضمونه انها تطلع معاكي ورق العنب بنفس طعمه من غير ما يغير خالص خالص. يعني هنمسك بقى ورقه ورقه نقص منها العنقود كده ونبدا نرصهم فوق بعض زي ما انتوا شفتوا كده، يا اما لو انت بقى ما عندكيش طولة بال ان انت تمسكي عنقود عنقود كده تقصيه، او عود عود تقصيه، هنجمع كام واحدة فوق بعض كده ونحطهم كده ونقصهم. بس خدي بالك بقى من الحتت اللي بارزة دي اهو، شايفة الحتت اللي بارزة دي ما بتبقاش حلوة خالص لما بنيجي ناكل، فيفضل برضو ان احنا لو في زيادات بنقصها كده. بس كده، المهم كملي كل الكمية بالطريقة اللي تريحك، تمسكي ورقة ورقة تشيلي منها العود او تحطي مجموعة زي ما شفتي كده وقصي. المهم رتبي بقى كل المقاسات اللي شبه بعضها فوق بعضها، يعني الورقة الكبيرة حطي كل الكبير فوق بعض، الورقة المتوسطة حطي كل المتوسط فوق بعض، البيبي اللي هي الصغننة خالص دي وهتشوفوها بعد شوية حطي كل البيبي فوق بعض. البيبي دي على فكرة بتبقى حلوة قوي، بس مش عشان نحشيها حلة لوحدها، لا دي بتبقى حلوة عشان نحط نملى بيها فراغات واحنا بنرص الحلة داير ما يدور. يعني انتوا عارفين انا برص الحلة ازاي بتاعت ورق العنب، في فراغات كده بتكون بين الصوابع عند حرف الحلة، فبحط بقى في الفراغات دي، بتبقى حلوة جدا. الحجم اللي هو الصغنن قوي البيبي ده، طبعا انت هتجيبي كمية، يعني هتجيبي مثلا زي ما انا جايبة كده حوالي مثلا 5 كيلو، مش هتعمليهم طبعا كلهم وانت واقفة، لازم تقعدي كده وعندك طولة بال وتبقي عارفة ان انت فاضية مثلا الساعتين 3 دول هتقعدي تشتغلي فيهم، او تلمي بقى اولادك حواليكي وتقعدوا تحكوا زي ما احنا عملنا. بصراحة انا ما عملتش لوحدي، انا عملت انا والولاد، خلصت الكمية كلها زي ما انتم شايفين. والعروق دي طبعا مش هرميها، دي برضو هشيلها وافرزها مع ورق العنب. بعمل ايه بقى؟ بجيب رول استرتش، وعايزه اقول لك يعني مش هقول لك ان لو ما عندكيش استعملي الكياس، لا عشان خاطري لو ما عندكيش اشتري من اي ماركت جنبك، او انت بتشتري ورق العنب او حد بيشتري لك ورق العنب يشتري لك معاه رول الاسترتش ده. انا بعتبره ده لزوم ده، يعني كل حاجه ليها حاجه، هتفرق معاك كتير جدا، هياخد مكان قليل جدا ومساحه قليله جدا في الديب فريزر، وهيحافظ عليه بقى، مش هيخشوا هوا، مش هيخشوا حبيبات تلج كتير يخليه يتهري او يبوظ منك او حتى طعمه يغير. خليكي في رول الاسترتش وهتدعي لي. المهم انا بفرد كده رول الاسترتش زي ما انت شايفه كده على الرخامه، وبحط شويه كده يعني فوق بعضهم زي ما شفتي كده، وبلفه. بصوا هعيدها معاكم تاني دلوقتي. بصوا المهم ان انا بخرج منه كل الهواء، بعمله رول كده كأنه صباع محشي كبير وتخين شوية. يلا هنبدأ من الاول. بصي افردي الاول الرول كده بحيث يبقى مفروش قدامك جزء منه كده، يعني مفرود. بناخد بقى شوية ورق عنب وهم مرصوصين، بنبدأ نلفهم من تحت، واخدين بالكم من الجزء اللي انا مش بلف منه ورق العنب، يعني مش من الحتة اللي انا ببدأ الف منها وانا بحشي ورق العنب، لا بلف بقى ايه من الحتة الأخيرة اللي هو الحرف البوز ده المثلث بتاع ورقة العنب، ولم كمان الجنبين زي ما شفتوا كده، عشان الحروف دي لما بتتجمد بتبقى رقيقة جدا وضعيفة فهتتكسر، يعني فبدخلها جوه بقى عشان تبقى ايه خلاص متحافظ عليها، متحافظ عليها جوه. بصوا حتى البيبي، يعني ده اللي هو البيبي الصغنن خالص، ده اللي بقول لكم عليه حلو قوي، بنكمل بيه الفراغات واحنا بنرص الحلة. فطبعا مش هحشيه كله في مره واحده، فقسمته بحيث لو هعمل في مره حلتين كبار اعمل في مره حبه من دول ومره حبه من دول بس، وابدا الف برضو والم الحروف زي ما شفتوا كده، وابدا ادوس وبضغط كده وانا بلف، بضغط عليه عشان خاطر يبقى ما فيش هوا، انا مش عايزاه يبقى فيه فراغات هوا خالص من جوه، ومش عايزه يخشوا تلج، فبلفه بقى كله بالشكل ده. نيجي بقى للعروق كمان، يعني ممكن برضو نحطها دي عادي، ممكن مش هتبوظ ولا حاجة لو حطيناها في اكياس، بس بدل ما نحطها في كيس وتبقى منفوشة كده وتاخد وقت، تاخد ولا اي مكان كبير في قلب الفريزر، فبصوا بقى
الكمية دي كلها لما هلفها بقى بالاسترتش، بصوا بيضغط عليه وبيطلع منه كل الفراغات بتاعة الهواء، وبيخلي المساحة بتاعته قليلة خالص، يعني بيخليه حجمه كده قليل، بيخلي ايوه الحجم بتاعه قليل بس. فيفضل برضو ان احنا نلفهم كده بستريتش. وطبعا دول مثلا هنقول حوالي 4 كيلو ونص او 5 كيلو الكمية كلها. فهنقسم بقى العروق دي، نقسمها على 4 أو 5 أجزاء، بحيث كل مرة هنطلع جزء واحد أو لفة واحدة كده نحطها تحت الحلة. لما بيخرج بقى من الفريزر، لما باجي استعمله بسيبه يفك خالص، بشطفه بمية كتير كده، وبنزله بس بسقطه في مية مغلية بالليمون بقى، بالملح، بالحاجات اللي انت بتحطيها في المية، بشوية كمون والكلام ده. وبعد كده ببدأ أحشي بيه على طول، يعني لازم نسقطه في مية مغلية، وهو أصلا بيطلع طري خالص، زي ما يكون بيبقى كأنه اتسلق نص سلقة بس. لكن لما هنطلعه، لانه طبعا مش مغسول، لازم هنشطفه الاول بميه، تحت ميه كده في طبق، وبعد كده نديله السلقه. بصوا انا بفضل احطه في بوكسات زي كده، عشان ما يبقاش فيه اي حاجه تضغط عليه او تكسره او تعمله، مع ان احنا الحمد لله لفينه كويس قوي جامد، فمهما يتحط عليه حاجه مش هيتكسر، ما تقلقيش خالص من الحته دي. بس ممكن كمان توزعيه او توقفيه في باب الفريزر. يعني بصي عشان هو حجمه صغير خالص، هتقدري تحطيه كمان بين فراغات. بس جربي الطريقة دي، ودي أنجح وأضمن وأسهل طريقة ممكن تفرزي بيها ورق العنب، ويقعد عندك من السنة للسنة من غير ما طعمه يغير. ودي أهم حاجة، إن طعمه ما يغيرش، يبقى كأنك بتاكلي ورق عنب لسه فريش، لسه في الموسم بتاعه. بس يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، أسيبكم في حفظ الله، وأشوفكم في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.